السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة بقى جايبين وصفة اقتصادية جدا، ولا بقى هنحتاج لحمة ولا فراخ، وهنبعد شوية عن الحاجات المكلفة دي. الأكلة دي بقى سريعة جدا وكمان اقتصادية جدا، مش هتكلفك حاجة. هتجيبي بقى بس كده 5 6 رغيفة وتقعدي قدام الطبق دوت وتفضلي تاكلي فيه من هنا لحد الصبح. اوعدك ان انت مش هتبطلي اكل فيه. الطبق اللي معانا دوت بياكل جدا وما بتقدريش تقومي من قدامه. هنعمل بقى النهارده طبق بصارة تحفة جدا. بصارة، ايوه يا ستي بصار، ان شاء الله هيعجبك وشوفي طريقتي فيه. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل. وتعالوا بقى اقول لكم انا بعمل ايه. جبت بقى زي ما انتوا شايفين كده 3 بصلات كبار، وبدأت اقطعهم كده حلقات او جوليان، وكمان فككت الحلقات منه. هعمل بقى اول حاجة هعملها ان انا هقطع البصل دوت حلقات علشان عايزاه يطلع مقرمش. وعشان يطلع مقرمش معاكي بقى وما يتبلش منك بعد كمان ما تحمريه، اتبعي معايا الوصفة اللي انا بعمل بيها. البصل دي بعملها لاي حاجة بحط فيها بصل مقرمش، وكمان بعملها للكشري بتبقى جميلة جدا. زي ما انت شايفه كده، بعد ما خرطته وبدات افرط كل الحلقات بتاعته، جبت بقى كده صينيه تكون كبيره مفروده، وحطيت عليها ورقتين من المناديل بتاعه المطبخ، وفردت بقى عليها كده البصل بتاعنا كويس جدا. وخلي بالك ان انت تفرديه كويس، ويعني ايه، حاولي ان انت ما تخليش كل حاجه على بعضها او البصل على بعض، ولو على بعض برضو مفيش مشكله. حطينا بقى كده معلقه من الملح ورشرشتها كويس كده على البصل كله. بعد كده بقى هركن البصل دوت على جنب، وهبدأ اعمل في طبق البصارة. جبنا ربع كيلو من الفول المدشوش، غسلته كويس جدا ونقيته من اي حاجة تكون فيه. ومعايا الخضرة بتاعتي بقدونس وشبت وكزبرة نص ربطة من كل حاجة، ومعايا طماطماية وجزرتين صغيرين ونص بصلاية وتوم. هنجي بقى كده ونحط في الحلة بتاعتنا الفول اللي احنا غسلناه وسيبناه كده حوالي نص ساعة يكون منقوع. هنبدأ بقى ننزل عليه كل الخضار اللي احنا حاطينه ده. لو انت بقى بتعملي البصاره ومن غير ما تحطي عليها جزر ولا قوطه، جربي كده المره دي وحطي لها جزرايه صغيره او جزرتين صغيرين خالص زي ما انا حاطه، وكمان طماطمايه صغيره خالص، بيدوا للبصاره بتاعتك طعامه وسكاره جميله جدا. حطينا بقى الخضار كله، هنبدا بقى ننزل عليه بكوبايه كبيره من الميه. ومش هحط الخضره دلوقتي خالص. انا طبعا زي ما بعمل معاكم وعملت البصاره كده معاكم قبل كده، ما بحطش الخضره في اول السلق، بحطها في اخر حاجة خالص في السلق. هاخد الحلة دي بتاعتنا بقى واروح حطها على النار واسيبها كده تغلي، واول ما تدخل على سوا هنزل عليها الخضرة. حطيت بقى كده والحلة بتاعتي على النار، حطيت الملح نص معلقة صغيرة، وحطيت كمون وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. هنغطي بقى عليها كده ونسيبها تتسلق، ونرجع للبصل بتاعنا بعد ما عدى عليه الوقت دوت. شوفي بقى خرج منه مية قد ايه. المناديل بقت كلها مبلولة، وتخرج معايا كل المية اللي جواه. الحركة دي بتخليلك البصل مقرمش لما تيجي تحمريه، وكمان ما بيطرش معاكي بعد التحمير. لميت بقى البصل وهبدأ كده انقله في طبق تاني علشان المناديل اللي تحته بقت كلها مبلولة. وانا عايزة بقى احط عليه النشا اللي هرش عليه علشان ابدأ احمره. شايفة بقى المناديل بقت كلها مية، المية دي كلها خارجة من البصل. ده كده المية دي بتخليلك البصل يبقى طري وما بيبقاش مقرمش معانا واحنا بنحمره. هرش بقى على البصل معلقتين كبار من النشا. حطيت اول معلقة وهبدأ كده اوزعها على البصل كلها، وبوزعها بالطبق زي ما انت شايفة كده بهز الطبق، ما بخلطهاش بايديا عشان ما يعجنش. طب ليه بحط نشا؟ لان النشا ما بيتحرقش في الزيت زي الدقيق ما بيتحرق، يعني النشا بيصبر اكتر من الدقيق. هحط المعلقة التانية وبرضه هبدأ اوزعها كده وهز الطبق كويس علشان تبدأ تتوزع المعلقة على البصل كلها. وهنروح بقى على البوتاجاز علشان نحمر البصل بتاعنا. حطيت الطاسة وفيها زيت، وبدأت كده احط شريحة من البصل علشان اتأكد ان الزيت بتاعنا سخن. ولو لسه مسخنش هصبر عليه بقى لحد ما يوصل لدرجة حرارة عالية. هنا بقى البصارة كانت قربت على سوا خالص. بدأت انزل الخضرة بتاعتنا. الخضرة دي عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. حطيت نص ربطة من كل حاجة. لو احتاجت البصارة مية وانتي بتسلقيها، زودي لها كمان كوباية صغيرة من المية. ما بتسيبهاش ناشفة خالص وهي على البوتاجاز. وهسيب بقى البصارة تكمل سواها على نار هادية، وهنرجع بقى نقلي البصل بتاعنا بعد الزيت ما سخن. لازم الزيت بتاعك يكون سخن جدا، علشان لو بارد هتلاقي البصل بتاعك بيشرب زيت، وهتلاقيه طري وبقى احمر بسرعة وما اداكيش اللون الذهبي اللي انت عايزاه.
هبدأ بقى انزل باول حبة من البصل، وما بملاش الطاسة قوي، يعني بيبقى الحبة البصل اللي بتنزليهم على قد الزيت اللي انت حطاه. بتبداي بقى كده وهو في الزيت لسه تقعدي تقلبي فيه علشان ياخد زيت، من يتغلف بالزيت من كل الجناب. واول ما ياخد معاكي لون ذهبي فاتح خالص، بتروحي بقى مخرجاه وبتحطيه على طبق فيه مناديل مطبخ علشان يبدأ ينزل اي زيت زيادة فيه. بعد بقى ما بنطلع اول رصة من البصل كده، بتبقى فيه فتافيت صغيرة في الزيت، حاولي بمصفى ضيقة تشيلي الفتافيت دي علشان طبعا بتتحرق في الرصة التانية. وزي ما انت شايفة بقى، بصي اول رصة طالع معانا اللون ذهبي تحفة جدا والله العظيم، احلى من الكاميرا مليون مرة. الكاميرا ظلمة جدا علشان طبعا الاضاءة بتبقى اقل، بس مش باينة زي ما هي كانت على الحقيقة. بنزل بقى الرصة التانية وبقليها او بحمرها بنفس الطريقة. ودي بقى البصارة بعد ما استوت، هنبدأ بقى بالهاند بلندر نخلطها كويس جدا علشان ننعمها، او بالخلاط لو انت ما عندكيش هاند بلندر. اهم حاجة ان احنا تبقى المكونات بتاعتها مخلوطة تماما وتنعم معاكي كويس جدا. وتعالي بقى اوريكي شكل البصل بعد ما خلصت قليته كله. بصي ما شاء الله كله مقرمش، وصوت الخرفشة بتاعته تحفة جدا، وكمان مش شارب زيت خالص، وكمان لونه ذهبي وهيفضل مقرمش معاكي لحد ما تيجي تاكلي كمان. تعالي بقى نكمل بقية تسوية البصارة. جبت بقى الحلة كده وحطيت فيها زيت من نفس الزيت اللي انا قليت فيه البصل، وقطعت بصلاية صغيرة مكعبات، واول ما احمرت معايا كده وخدت لون ذهبي، نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس. اول بقى ما الثوم والبصل ياخدوا اللون الذهبي ويتحمروا مع بعض، هنزل عليهم بخليط البصارة اللي احنا خلطناه. ولو لقيتيه ما نعمش بالهاند بلندر، اخلطيه بالخلاط لحد ما ينعم معاك ويبقى قوامه زي ما انت شايفاه كده. هضيف بقى التوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن مكعب مرق من الدجاج، وهحط كمان كمون، وهنحط كمان معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، بتدي طعم خطير. هنضيف بقى كده البهارات بتاعتنا دي ونقلبها تقليبة. واهم حاجة لو احتاجت البصارة بتاعتك لمية، لان ساعات وهي بتتسلق بتشرب ميتها كلها، فانت بقى تزودي لها المية بتاعتها وتخلي قوامها كده زي ما انت شايفاه. وهنا بقى بعد ما غرفناها في الاطباق بتاعتنا، هنبدأ بقى ننزل عليها بالبصل المقرمش، وهنزينها بقى بطريقة حلوة. ما شاء الله الربع كيلو دوت عمل لي كمان 4 اطباق، يعني كف 5 6 افراد. تحفة جدا، ما انتش محتاجة بقى جنب الاكلة دي اي حاجة تانية. جهزي بس كده جنبها 17 18 رغيف علشان انا اوعدك انك هتاكلي منها لحد ما تشبعي، ومش هتستكفي ولا هتقومي من قدامها. وهي دي بقى الوصفات اللي احنا محتاجينها في الفترة دي. ومش هنعمل بقى ولا لحمة ولا فراخ، هنفضل كده نعمل وصفات خفيفة لحد ما يهل علينا شهر الخير، ونبدأ بقى فيه كده بالوصفات الجامدة والعزومات التقيلة. اظن بقى مفيش احلى من كده وصفة تعمليها في دقايق بتعمليها كلها في حلة واحدة، وتخرجي بطبق تحفة جدا يقضي 6 افراد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اي فيديو جديد اعمله. ولو بتشوفيني من صفحتي على الفيسبوك، اعمليني متابعة وابعتيلي تطبيقاتكم على الصفحة، وانا اشيرها لكم على صفحتي. واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامة.